اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة وكمان مكوناتها بسيطة جدا. هنعمل اللحمة بصوص الدمجلاس، طعمها ما شاء الله جميل جدا جدا. نبدأ بسم الله. سخنت حلة على النار وبحط فيها معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي تسخن كويس، ومعايا نص كيلو من البصل القورمة، او لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي البصل العادي وتقطعيه مكعبات تكون كبيرة. بقلب البصل كده لحد ما يتحمر شوية في السمنة، وبعد كده برفعه من الحلة في طبق جانبي. ومعايا 4 أو 5 فصوص من المستكة بنزل بهم كده في السمنة، واول ما يدوبوا بتكوني مجهزة اللحمة بتاعتك منشفاها كويس من المية. وعايزة اقولك اي نوع لحمة في الطريقة دي هيمشي معاكي وهيبقى طعمها جميل. انا استخدمت اللحمة اللي هي العرق، اللي هو عرق التليبيانكو. بدي اللحمة كده صدمة من الجنبين على نار عالية عشان مش عايزين اللحمة بتاعتنا تنزل مية. في الوقت ده بجهز الصوص بتاعنا. معايا معلقة كبيرة من بودرة الدمجلاس، وده بهار متوفر جاهز عند العطار، بتاخديه كده بالجرام وسعره كمان مش غالي. بدوب معلقة الدمجلاس في لتر من المية السخنة، بتقلبيها بتدوب بسهولة معاكي. الصوص ده ما شاء الله بيدي للحمة طعم جميل جدا جدا. في الوقت ده اللحمة بتاعتي خدت صدمة كده من الجنبين زي ما انت شايفة، ما فيش اي مية نزلت منها عشان انا معلية النار عليها، وحتى لو نزلت معاكي مية تسيبها لحد ما تتبخر. بعد كده بنزل بالبصلة اللي انا كنت مشوحاه وسايباه في البداية، ومعايا كمان 6 فصوص توم، ومعايا معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. بحط البهارات بتاعتي وبنزل بالصوص الدمجلاس بتاعي وبالمية اللي انا مدوبها فيه. الطريقة سهلة جدا والمكونات سهلة جدا جدا، ان شاء الله لما تجربها تعجبك. بزود بقى المية وبعلي عليها لحد ما تغلي. اول ما تغلي بتهدي النار تماما، بتسيبيها تاخد وقتها على النار. اهم حاجة تكون النار هادية جدا علشان المية ما تتبخرش وتحتاج ان انت تزوديها تاني، وكمان علشان ما تتحرقش منك ولا تلزق في الحلة. شايفين ما شاء الله الصوص معايا تركز وبقى سميك من غير ما ازوده ولا حاجة، وما شاء الله اللحمة استوت وبقت مستوية جدا، لان انا طبعا هديت عليها زي ما قلتلك. شايفين ما شاء الله لونها وريحتها وطعمها جميل جدا، ان شاء الله هيعجبكم. وكمان المكونات بسيطة جدا، ما استخدمناش بهارات كتير، وكمان ما خدتش وقت معانا في التجهيز. لما تجربي الطريقة ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بتقدميها بقى مع الرز الابيض، والصوص بتاعها طعمه يغني عن ان انت تقدمي معاها اي خضار. يعني ممكن تقدمي معاها كده شوية خضار سوتيه. وصفة جميلة وسهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة. ان شاء الله تعملوها وتاكلوها بألف هنا وشفا. واسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.